مش من أنصار نظرية البكاء على اللبن المسكوب، بس ما يمنعش إنك بتيجي عليك لحظات وتقول لنفسك كان المفروض أدوس على نفسي شوية، كان زماني بقيت في حتة تانية، كنت أقدر أجي على نفسي عشان العيال. أنا المحقق هو من وكالة LCIA الدولية لمكافحة جرائم الإنجليش، والنهاردة هعلمك إزاي تكون الجمل دي. جملتك الطبيعية زي ما اتعلمت من الفيديو ده: فاعل، فعل، مفعول، subject verb object. العادي بتاعك بدأت بالفاعل بالسبجكت I، حط should أو could أو would أو أي موديل verb في التصريف التاني، وكل واحد هتستخدمه حسب المعنى اللي أنت عايزه. يعني لو عايز نصيحة يبقى should، اللي هي كان المفروض أعمل حاجة بس ما عملتهاش. لو عايز تتكلم عن حاجة كنت تقدر تعملها يبقى could. حاجة كان في احتمالية ضعيفة إنها تحصل وما حصلتش might. حاجة كان ممكن تحصل لولا شيء منعها تبقى would. خلاص done معنى كل واحدة فيهم. يجي بعدهم على طول have، وحاول تستخدمها مختصرة اللي بتتكتب كده apostrophe VE، ولما تضاف لكل verb من اللي قلنا عليهم دول هيبقى النطق بتاعهم كده. دي هتبقى shoulda، دي coulda، دي woulda، دي mighta أو mighta، أو should've could've would've might've. النطقين صح. آخر حاجة في حتة الجرامر دي الفعل في الثيرد فورم أو تصريف الثالث، اللي هي do تبقى done، go تبقى gone، see seen، play played، وهكذا. كده خلاص التكوين من حيث الجرامر. يلا نعمل جمل. كان المفروض أدوس على نفسي should have done more effort. كنت أقدر أجي على نفسي شوية عشان العيال. I could have sacrificed just for the sake of the kids. عايز تقول يمكن يونس كان عنده حق. يونس might have been right. كان ممكن نبقى أغنياء لو كنا بطلنا وجبات سريعة. We would have become rich if we'd stopped fast food. Detective Who, English Decoded.